رجال في الشمس لغسان كنفاني. كانت الشمس عم تشوي الصحراء، والريح عم تمسح آثار الناس اللي مروا قبلن، كأنها ما بدها تترك أثر شاهد على وجهها. هناك بثلاث زوايا مختلفة من بلاد العرب كان في ثلاث رجال، كل واحد فيهم حامل وجع بلده وهمه وحلم بسيط بالحياة. أبو قيس شيخ كبير عاش عمره على الأرض اللي انسرقت، بيحط إيده على التراب اليابس وبقول: يا الله، حتى الأرض عطشانة. قلبه مو بس عطشان للمي، عطشان لشي يرجعله الإحساس بالكرامة. أسعد شاب هارب من الحرب، من الحدود، من الخوف، شايف الناس تموت حواليه وهو مصر يكمل. بيقول بدنا نعيش، ما أكتر، بس نعيش مثل البشر. ومروان أصغرهم ترك أمه وأخواته الصغار وقال: إذا ما اشتغلت بيموتوا من الجوع. راح يدور على شغل، على فرصة، وعلى خلاص. اجتمعوا بالصدفة، جمعتهم الحاجة وجمعهم الطريق، طريق للكويت. وهناك بيقابلوا أبو الخيزران، سائق شاحنة، بيقولهم: رح أوصلكم، بس لازم تتخبوا بالخزان، بس شوي، 5 دقايق. 5 دقايق، بس الصحراء ما بترحم. الشمس كانت تضرب بالحديد، والهواء جوا الخزان اختفى شوي شوي. والرجال 3 ساكتين، ما في صوت، ما في صرخة، ما في حتى طرقة صغيرة على الجدار. لما وصل أبو الخيزران فتح الخزان، وكان الصمت هو الجواب. 3 جثث نايمة كأنها ارتاحت أخيرا. وقف يصرخ بكل جنون الدنيا: ليش ما دقيتوا جدران الخزان؟ صوته طار مع الريح، ضاع بين رمال الصحراء، وما حدا رد عليه. هاي مو بس قصة عن 3 رجال ماتوا عطش، هاي قصة عن ناس صدقت إنه الخلاص بالسكوت، عن أرواح انخنقت لأنها خافت تصرخ. رجال في الشمس رواية ما بتحكي عن الموت، بتحكي عن السكوت يلي بيجيب الموت، وعن خزان الحديد يلي كل واحد فينا يمكن لسه عايش جواته وناطر حدا يدق جدرانه. ليش ما دقيتوا على جدران الخزان؟ يمكن نحن كلياتنا صرنا شوي شوي من رجال في الشمس، نسكت كتير ومنخاف أكتر، نركض ورا لقمة، ورا أمان، ورا وهم اسمه خلاص. بس الحقيقة نحن مو عايشين، نحن محشورين جوا خزان، خزان من الخوف، من التعب، من القهر. وكل يوم عم يضيق أكتر، والشمس فوق راسنا بتصير أقسى. لما كنفاني كتب الرواية كان عم يحكي عن الفلسطيني، بس اليوم كل عربي بيقراها بيحسها عنه، عن الشاب يلي تعب يصرخ، عن الأم يلي عم تصبر، عن الجيل يلي حلم بالكرامة ووعى لقاها بعيدة مثل السراب. المتابعين بينقسموا بهالرواية، في ناس بيشوفوها قصة مأساة، وفي ناس بيشوفوها صفعة، بس الحقيقة إنه هي مرآة، كل واحد بيشوف حاله فيها بطريقته. بس ما حدا بيقدر يهرب من السؤال الأخير: هل نحن كمان ما عم ندق جدران الخزان؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات، وخبروني إذا حبيتوا الرواية أو رح تقرأوها. وخبروني كمان إذا في روايات بتحبوا إنه نلخصها بهاي الطريقة. انتظروني بالفيديو الجاي برواية جديدة، أو يمكن كتاب جديد رح نلخصه ونحكي قصته.